الانسان يا حضرة اتخلق عشان يتحرك، من اول قطرة الدم اللي بتضخ في عروقك لحد اول نفس خدته وانت صغير. كل ده دليل ان وجودك مربوط بفعل مش بجمود. العالم بكل ما فيه بيتحرك، اكتشفنا الجاذبية بالحركة وجزيئات جسمك بتتحرك، ولدنا الكهرباء بالحركة، الكواكب بتتحرك، الصلاة بتتم بحركة، كل شيء حي بيتحرك، الحركة هي الحياة. في سنة 85 جيم كاري كان لسه شاب فقير بيحاول يلاقي طريقه في هوليوود، وعايش في عربية قديمة مع عيلته، مفلس ومصاب باكتئاب حاد مخليه يشوف الدنيا كلها غامقة. وبيقول انه كان بيروح ينام وهو بيعيط ومش حاسس بمعنى اي حاجة، حتى وهو بيحاول يكون مضحك قدام الناس كان من جواه محطم تماما. وصل بيه الاكتئاب انه فكر يسيب التمثيل ويعتزل كل حاجة، لكن في لحظة معينة قرر يعمل حاجة غريبة. كتب لنفسه شيك بقيمة 10 مليون دولار وكتب عليه اجر تمثيلي المستقبلي، حطه في محفظته وكل يوم كان بيبص عليه حتى وهو مش لاقي ياكل. وبعد حوالي 9 سنين وفي سنة 94 قبض اول اجر ليه في فيلم دمب اند دمبر بقيمة 10 مليون دولار، نفس الرقم اللي كتبه لنفسه وهو مفلس. القصة هنا مش عن الفلوس بس، القصة عن واحد كان بيغرق في الاكتئاب لكن قرر يحط قدامه صورة لمستقبل مختلف. قرر ما يستسلمش لان النجاح مش مجرد ضربة حظ او وصول لنقطة سعادة، النجاح هو تحدي واستمرار رغم كل الصعوبات. وفي الحلقة دي مش هنتكلم عن الاكتئاب ككلام نظري، احنا هنتكلم عن ناس حقيقية بقصص حقيقية، ناس الألم اللي عندهم اللي كان مدمرهم اتحول لأكبر نقطة قوة في حياتهم. واحنا حضرتك مش هنتكلم عن الاكتئاب وبس، احنا هنتكلم عن معركة وارد حدوثها، متوقع حدوثها، ولازم نكون مستعدين ومش للهروب منها لكن للفوز فيها. في نوع من الألم محدش بيشوفه، مش كسر في العظم ولا جرح في الجلد، ألم ممكن تعيش بيه وانت قاعد وسط اصحابك وبتمثل انك كويس، ألم بيرافقك وانت ناجح وانت محقق اللي المفروض يخليك تبقى سعيد لكنه من جوه بيهدمك، وده هو الاكتئاب. يستناك لحد اللحظة اللي يسيطر بيها عليك، تصحى من النوم ومش لاقي سبب تقوم عشانه، كل حاجة كنت بتحبها فجأة فقدت معناها، وكل يوم تحس انك بتغرق اكتر واكتر. والغريب ان الناس اللي حواليك ممكن ما يلاحظوش حاجة، لان الاكتئاب مش بيرسم جرح على وشك، هو بيستنزفك وبيسرق طاقتك. ناس كتير فاكرة ان اللي بيعاني من الاكتئاب هو شخص ضعيف مش قادر يشيل نفسه ومش قادر يتحمل ضغوطات الحياة، لكن الحقيقة عكس كده تماما. اقوى الناس اللي التاريخ عرفهم عدوا بالاكتئاب، مش واحد ولا اتنين، دول مئات. ناس من بره كان شكلهم ابطال بس من جوه بيخوضوا حرب شرسة، ومع ذلك قدروا يطلعوا من القاع ومش زي ما كانوا، ده قدروا يطلعوا اقوى بكتير. تخيل طفلة صغيرة عايشة في اوضة فقيرة يا دوب اكلها بيكفيها يوم، ومن شدة فقر عيلتها لجأوا مرة ان هم يعملوا لها هدومها من اكياس بطاطس. طفلة شافت ابشع كوابيس ممكن انسان يتخيلها، اعتداءات متكررة وفقر قاسي ونظرات احتقار من كل اللي حواليها. اي حد مكانها طبيعي هيتملكوا الانهيار والاكتئاب، لكن هي عملت العكس، مسكت في اول فرصة جات لها واكتشفت ان عندها سلاح، مش فلوس ولا نفوذ لكن الكلمة اللي قدرت تحول وجعها لطاقة تخلي الناس تتحرك. ودخلت المجال الاعلامي خطوة خطوة، من اول الراديو المحلي لحد التلفزيون. كان عندها حضور مختلف، مش مجرد مذيعة عادية، لانها كانت بتتكلم من جرح حقيقي ومن تجربة الناس حاسين بيها. وبالتدريج بقت واحدة من اقوى المذيعين في العالم. دي مش مجرد مذيعة، دي اوبرا وينفري اللي ثروتها حاليا تتعدى 3 مليار دولار. الست اللي غيرت حياة الملايين واثبتت ان الضحية مش لازم تفضل تبقى ضحية، والاهم بقت رمز عالمي للقوة والقدرة على التغيير. اوبرا علمت العالم كله درس واضح ان الماضي ما بيحددش مستقبلك، الاكتئاب والفقر والقاع مش النهاية، ده وارد يبقى اخر نقطة هيوصل لها السهم للخلف قبل الانطلاق. تايجر وودز اسطورة عالم الجولف، الراجل اللي محدش كان قادر يقف قدامه، لكن في 2009 حياته اتشقلبت، فضايح وانهيار لبيته والرعاة الكبار سابوه، وصورته اللي كانت على كل غلاف اتكسرت. وكأن ده مش كفاية، جسمه كمان خانه، اصابات في الركبة وفي الظهر وعمليات ووجع ملوش اخر، وصل لدرجة انه مش قادر يمشي حتى طبيعي. والعالم كله قال خلاص وودز انتهى. سنين طويلة من الفشل والضياع، من 2008 لحد 2019 11 سنة كاملة وهو بره المنافسة، لكن في لحظة محدش توقعها تايجر رجع، وفي بطولة الماسترز 2019 وقدام العالم كله رفع الكاس من تاني. ومش بس فاز بالبطولة، ده فاز بأعظم لقب ممكن رياضي يمتلكه، العودة المستحيلة. وفي التسعينات كان في ممثل صاعد اسمه روبرت داوني جونيور، وموهبته خلته يوصل لترشيح للأوسكار عن دور شارلي شابلن سنة 92. لكن رغم المجد إدمانه جره للجحيم، اتقبض عليه أكتر من مرة ودخل السجن وكسر كل حاجة بناها. المخرجين اللي كانوا بيتنافسوا عليه بدأوا يقفلوا الباب في وشه، هوليوود كلها حكمت عليه بالنهاية، الراجل ده ضاع مش هيرجع. لكن في لحظة معينة قرر يغير كل حاجة ويبدأ رحلة علاج طويلة، قرر فيها يحارب نفسه قبل ما يحارب العالم. وطبعا نقطة الصفر اللي رجع لها هي اكتئاب وانهيار، واكيد طول رحلة العلاج هو بيكلم نفسه ان لما ترجع ممكن ما توصلش لحاجة. وده اللي كان في دماغ روبرت، ان بعد رحلة التعافي هل هرجع نجم تاني؟ وفي 2008 بعد 16 سنة من التقلبات بين العلاج والادمان والاكتئاب والانهيار، شركة مارفل قررت تراهن على الممثل المنهار وتديله دور توني ستارك ايرون مان، الفيلم اللي حقق نص مليار دولار ايرادات، عشان يرجع روبرت داوني نجم الصف الاول تاني. ومش بس نجم، ده بقى رمز للعودة من المستحيل، ورمز لناس كتير شافوا نفسهم فيه، من مسجون وضايع
لواحد من اعلى الممثلين اجرا في العالم بارباح وصلت لعشرات الملايين من فيلم واحد اللي كان ممكن ينهار بقى واحد من اكتر قصص الالهام في هوليوود. في حاجه غريبه بتحصل مع البشر اللي بيوصلوا للقاع، كل واحد فيهم كان قدامه لحظه فاصله، لحظه كل حاجه حواليه بتقول له كفايه انت انتهيت، لكن بدل ما يصدق الصوت ده قرر يكتب بدايه جديده. وفي علم النفس في مفهوم اسمه النمو ما بعد الصدمه. المعنى ببساطه ان بعض الناس مش بس بيتعافوا من الصدمات، لا دول بيخرجوا منها اقوى وبرؤيه اوضح وهدف اعظم من اي وقت فات. الناجحين اللي بنشوفهم النهارده هم الناس اللي عاشوا زمان اسوأ لحظات حياتهم، لكن بدل ما الماضي يشدهم لتحت استعملوه لنقطه انطلاق جديده. الدكتور مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الايجابي بيقول ان المعاناه هتدمرك يا هتصنع منك شخص عمرك ما كنت تتخيل انك تبقى عليه او ان يكون انت. يعني الاكتئاب مش دايما عدوك، ممكن يكون البوابه للشخص اللي المفروض تكونه لو عرفت تتعامل معاه صح. وفي كتاب ذا ابسايد اوف ستريس وضح ان طريقه تعاملك مع الضغوط هي اللي بتحدد تاثيرها عليك. يعني لو شخصيتك ضعيفه واستقبلت الضغط بسلبيه او اكتئاب، يبقى شخصيتك فعلا محتاجه تتطور عشان تواجه مستقبل اعنف. ولو استقبلت المشاكل بتفكير يحل ويتخطى، يبقى كنت محتاج المشاكل عشان تفكر نفسك بقوتك. وفي كتاب ذا بادي كيب ذا سكور اثبت ان الصدمات ممكن تفضل محبوسه في الجسم او في العقل، لكن باعاده التوجيه او الوعي ممكن تتحول لطاقه جديده بدل ما تبقى حمل بيشدك لتحت. العلم بيقول نفس اللي بتقوله القصص، ان عقلك ازاي هيقرر يستخدم الطاقه المحبوسه جواه في اعاده كتابه القصه. تخيل نفسك شخص مش لاقي حتى فلوس للاكل، نايم في محطه اتوبيس ما عندكش بيت، وكل باب بتخبط عليه بيتقفل في وشك. ده كان حال سيلفستر ستالوني. شركه الانتاج قالت له وشك غريب، كلامك مش واضح، وما عندكش اي فرصه في هوليوود. ووصل لدرجه انه باع الحاجه الوحيده اللي كانت بتديله امل، الكلب بتاعه، علشان يشتري بثمنه اكل. لكن بدل ما يستسلم كتب قصه ملاكم مغمور بيحارب العالم عشان يقدر يثبت نفسه. المنتجين عرضوا يشتروا منه السيناريو لكنه رفض، قال لهم يا انا اللي امثل الدور يا السيناريو يفضل معايا. وفضل يحارب لحد ما خد العقد اللي غير حياته، فيلم روكي اللي نزل وكسر الدنيا. من شاب مرفوض ونايم في الشارع لواحد من اكبر نجوم السينما في العالم. وسيلفستر قال جمله كانت درس للعالم كله: الحياه هتوقعك وده اكيد، لكن القوه الحقيقيه انك تقوم بعد كل ضربه. القصص ملهمه والعلم بيأكد، لكن القوه الحقيقيه انك تاخد خطوات عمليه، اعاده برمجه العقل بالفعل مش بالكلام. العقل ما بيصدقش وعود فارغه، لكن بيصدق الافعال حتى لو صغيره. خطوه واحده على الاقل تكسر دائره الجمود، زي بالظبط لما تنزل تدفع اشتراك الجيم وما تروحش. هنا عقلك بيحاول ياخد اي خطوه عشان يخرجك بره دايره الجمود. وعلى ذكر الجيم، الرياضه سلاح ضد الاكتئاب. الابحاث بتاكد ان المجهود البدني والاكتئاب ما ينفعش يشتغلوا مع بعض. ركز معايا لان دي اهم معلومه في الحلقه. الاكتئاب مرتبط بنشاط زائد في مناطق معينه من المخ، زي اللوزه الدماغيه والقشره الجبهيه الاماميه. نفس المناطق دي بتتاثر مباشره بالنشاط البدني. لما بتتحرك المخ بيعيد توزيع الطاقه العصبيه والكيماويات العصبيه، وبالتالي بيكسر الدايره اللي كان محبوس فيها المشاعر السلبيه. ووقت التمرين المخ بيحاول تركيزه كله للوظائف الجسديه، زي ضخ الدم والتنفس وتنسيق الحركه، وده بيوقف نشاط الدوائر الدماغيه المسؤوله عن الاقترار الفكري. ببساطه مخك ما يقدرش يركز في الاثنين مع بعض، عشان كده بتلاقي عامل بسيط راجع اخر اليوم ومهدود وما عندوش ولا ذره مشاعر سلبيه، لان المجهود البدني العالي بيزود افراز هرمون الاندروفين، ودي بتدي احساس بالراحه والسعاده، وبتزود السيروتونين والدوبامين اللي هي هرمونات السعاده، وهي نفس المواد اللي ادويه مضاده للاكتئاب بتحاول توازنها. يعني الرياضه مش رفاهيه، دي اداه عصبيه بتعيد تنظيم دماغك. الانسان يا حضره اتخلق عشان يتحرك، من اول قطره الدم اللي بتضخ في عروقك لحد اول نفس خدته وانت صغير. كل ده دليل ان وجودك مربوط بفعل مش بجمود. العالم بكل ما فيه بيتحرك. اكتشفنا الجاذبيه بالحركه وجزيئات جسمك بتتحرك، ولدنا الكهرباء بالحركه، الكواكب بتتحرك، الصلاه بتتم بحركه، كل شيء حي بيتحرك. الحركه هي الحياه، وزي ما قالوا اجدادنا الحركه بركه. اللحظه اللي هتقرر فيها تقف هي اللي توازن عقلك هيبدا يختل، واول خطوه هتاخدها هتعيد ترتيب طاقتك وتحول الاكتئاب من جمود لوقود. اتحرك يا حضرتك. طب التمرين بيوقف الاقترار الفكري ده عباره عن ايه؟ واحده من اخطر لحظات الاكتئاب انك تلاقي نفسك محبوس جوه دماغك، نفس الفكره السوداء بتلف وترجع، نفس المشهد المؤلم بيتكرر من غير توقف. العلماء بيسموها الاقترار الفكري، زي ما عقلك يتحول لعجله مش بتقف. بس الخبر الكويس، العجله دي ليها فرامل. ابحاث كتيره منها دراسات في جامعه هارفارد اثبتت ان العجله دي ممكن تقف بحالتين: اولا التغيير المفاجئ للمكان، اخرج من الاوضه، امشي في الشارع، غير المشهد اللي حواليك. ثانيا التشتيت الحسي، افتح موسيقى بصوت عالي، خد دش بارد، اعمل فعل صادم يقطع على دماغك السكه. لما بتعمل كده انت بتوقف دماغك انه يعيد في نفس الفكره. طيب وهل ده علاج؟ هقول لك، مفيش اكسير في العالم هيخلصك من شيء او هيوجد لك شيء في لحظه. احنا بندرب العقل زي ما بندرب الجسم، زي ما بنشتغل كتير لحد ما نوصل لنتيجه، انت بتدرب العقل للخروج بسرعه من المصيده، وبعد كده هتلاقي نفسك بتعمل ده بشكل لا ارادي. ببساطه زي ما قلنا يا حضره، الحركه اهزم الافكار بالفعل. وواحده من اخطر الخدع اللي بيعملها الاكتئاب انه يوهمك انك لازم تحس قبل الفعل، انك لازم تحس عشان تبدا، تحس انك متحمس، تحس انك عايز، تحس انك قادر. لكن الحقيقه الصادمه اللي اثبتها علم النفس السلوكي، المشاعر ما بتجيش قبل الفعل، المشاعر بتيجي بعده. انت مش محتاج تبقى متحمس عشان تتحرك،
تتحرك، انت محتاج تتحرك عشان تتحمس. اقرأ صفحة واحدة بس حتى لو مش عايز، وانزل اتمرن 10 دقايق حتى لو جسمك تقيل. ابدأ بخطوة صغيرة حتى لو دماغك بترفض. اللي بيحصل بعد كده ان جهازك العصبي بيترجم الفعل لإشارة جديدة، وعقلك يبدأ يخلق شعور مختلف، بالظبط زي ما بتغسل سنانك كل يوم مش لانك متحمس لكنها عادة. فلو عملت نفس الشيء لفعل ايجابي هتكتشف ان الحافز ليك بعد كده هو النتيجة اللي بتحس بيها بعد الفعل. مش شرط يبقى مزاجك حلو عشان تعمل حاجة، انت بتعمل حاجة عشان يبقى مزاجك حلو بعدها. والسلبية مش لعنة، دي نافذة. الكاتب مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة بيقول ان اقوى الناس مش اللي هربوا من معاناتهم، لكن اللي استخدموا معاناتهم لفهم الحياة بشكل اعمق. كل تجربة قاسية بتمر بيها ممكن تكسرك، لكن لو بصيت ليها من زاوية مختلفة هتلاقيها أداة. كل خيانة، كل خسارة، كل انهيار جواهم درس، وجواهم قوة جديدة لشخصيتك. السؤال مش ليه ده حصل، السؤال الحقيقي ازاي استخدم اللي حصل ده عشان ابني شخصية اقوى. القلم ممكن يبقى حمل تشيله طول الوقت او وقود يدفعك لقدام، والقرار دايما في ايدك. انت مين وهويتك مش بتتحدد لحظة ضعفك، دي حاجة لازم تفهمها كويس، لان واحدة من اخطر الافكار اللي بيزرعها الاكتئاب في دماغك انك لما تقع تبقى فاشل، ولما تمر بمرحلة سوداء يبقى حياتك كلها سوداء. لكن الحقيقة ان اللي بتعيشه هو مجرد مرحلة. عربيتك لو عطلت يوم مش معناها ان العربية كلها باظت. نفس الشيء معاك انت، الاكتئاب مش هويتك ومش شخصيتك، هو مجرد ظرف، تجربة، سحابة عابرة. علماء النفس بيأكدوا ان اخطر خطأ انك تدمج بين نفسك وبين حالتك. انت مش انا مكتئب، انت شخص بيمر بتجربة اكتئاب. الفرق بسيط لكن قاتل، لان اول ما تفصل بين هويتك ولحظات ضعفك هتعرف دايما تسترجع قوتك وتبقى فاهم كويس انت مين، وانك ما ينفعش تقع، ده مش انت اساسا. انت بس بتاخد درس سريع وراجع الملعب. وفي النهاية حضرة القوة مش انك ما تقعش ابدا، القوة الحقيقية انت هتستحمل ضربة قد ايه. القوة انك دايما تقوم، لانك لو بتعمل ده انت اقوى من ملايين لسه ما جربوش الضربات دي. ورينا يا حضرة قوة تفاعلك، وروح دوس لايك واكتب كومنت جميل عرفنا ان احنا بنكلم بني ادمين يعني مش بنكلم نفسنا. واستنوا الحلقة الجاية يوم الاثنين ان شاء الله، نادر العاصمة. اتفضل يا حضرة.